السلام عليكم متابعيني. انزيم ال5 الفا ريدكتيز المسؤول على تحويل التستوستيرون الى داي هيدرو تستوستيرون، وداي هيدرو تستوستيرون او دي اتش تي ده المسؤول عن الصلع الوراثي الهرموني. لو حضرتك بتعاني من صلع وراثي في اماكن معينه، في خلف الراس، في امامي زي عندي كده مثلا، انا جاي بقدم لك اول منتج في مصر، الفينجوفي، الفيناسترايد. الفينجوفي ده موضعي، انتظرناه كتير، نزل في السعوديه والخليج، دلوقتي موجود في مصر، استيراد شركه الحكمه، وصنع في المانيا. الفيناسترايد معروف ان هو بيعطل عمل الانزيم اللي هو ال5 الفا ريدكتيز انزيم، وبالتالي بقلل تحول التستوستيرون الى داي هيدرو تستوستيرون اللي هو بيضعف البصيلات ويسبب للمسؤول عن الصلع الوراثي الهرموني. انا بستخدمه 3 ل 4 بخات في اليوم على المكان المصاب او المكان اللي فيه الصلع الوراثي، وهي العبوه فيها 180 بخه. العبوه ب 1300 جنيه، حاليا موجوده في مصر، التوبيكال الوحيد او الموضعي الوحيد. طبعا الفيناسترايد معروف بنتائجه الهائله في الصلع الوراثي، الاقراص، بس طبعا مشكله الاقراص كانت اللي بتواجهنا اللي موجود في مصر 5 مللي، احنا محتاجين ال1 مللي. وفي نفس الوقت الاقراص كان في مشكله ان بيحصل تسدي للرجال، ضعف في الرغبه الجنسيه، ضعف في القدره الجنسيه. بالتالي الموضعي الفيناسترايد او الفينجوفي متوفر دلوقتي موضعي، ما بيسببش الاثار الجانبيه دي، لان كميه بسيطه جدا اللي بتوصل للدم، تاثيره كله موضعي. بالنسبه لعبوه الفينجوفي هنعمل لها انبوكسنج معاكم مع حضراتكم. العبوه مصممه ان معاها الابليكيتور ده. الابليكيتور ده مصمم عشان اقدر اوجه للمنطقه المصابه. يبقى انا ببخ بخه واحده هنا، ببخ بخه واحده هنا، ببخ بخه واحده هنا، بستخدم النتائج تبدا تظهر معايا من 3 شهور ل 6 شهور. طبعا في بعض لا يستخدم غير مصرح للحوامل، او لو انا في حمل قريب في الرضاعه، ما بيستخدمش لمريض، ممنوع لمريض الكبد، ممنوع لمريض سرطان البروستاتا. تحياتي لحضراتكم مع تمنياتي الشفاء للجميع.